السلام عليكم. جيناك اليوم طريقة صناعة المطبق العراقي. طريقة بسيطة، ابقوا ويانا وشاهدوا الفيديو. نجيب هذا القصب، هزه من هنا، هذا ما قصيناه، نقص اختها الثانية. كسرنا الثانية، خليهن نفس القياس وننظفهن. هاي واشيتها راح اقصهن من هنا. القصة الثانية، هاي واشيناهن. ننظفهن هيك وسكينة. هاي والله ما نظفتهن. سيخ مثل هذا مسوي مع نارجيلة برغي، حاط له خشبة. هذا نظف بيه النارجيلة، وهسه هاي راح اجمعهن. هاي ورا ما لفيته هيج، ارجع النوب هيج لفة بسيطة او اقطعها من هنا. هذا شوية وبأي شي لسك، ولف الجهة الثانية. حاول الجهة تصير من فوق تصير أعرض باللفة من الجهة اللي تحت تصير. أول ما لفينا الجهة من جوا هم كذلك. بعدها أحدد مكان الأصابع. كل بين إصبع وإصبع أفرة. هاي خططها وارجع. هاي ورا ما خططناها نجيب أي صيخ مال الشوي، هاي الخشبية تنباع بسوق مكومة، ونحاول نعلقها ما تصير الجمرة، وأحطها على المكان اللي تزرف وانفخ. شوي شوي نوسعها، النار شغلتها تطول. هذا راح ازرفها. هاي ورا ما ثقبتها استخدمت الجداحة شوي، صارت اسرع، صارت سواد تقدرون توخرون. كاغا سنبالة تفركوا. هاي ورا ما نظفناها كملناها. نسوي الزامورة مثل هاي، هي هاي اللي تطلع الصوت. اسمع الموحدة. هاي نفسها بس ما نخرمها. قيس 3 أصابع، يعني من ينقص مثل من هاي. هذا الجزء هذا قصر هنا.
شيل 3 أصابع وانقص، وراها نشيل إصبعين هيج. شو نسوي؟ نقصها بقصة مايلة. سويتهن، بس هاي قاعد أعلمكم شلون تسويها. يعني ها اسمعوا صوتها، شي تسويها هيج مع صوتها. فمجرد قاعد أعلمكم شلون تسوونها، بس هاي قصة مايلة. هاي ما انقصت قصة زينة، بس ننظفها. بس مجرد قصها قصة مايلة، نظفها. شوية طريها. هاي كملة اثنيناتن، سويت 2. هاي تجربة لكم. بصراحة ما أعرف أدق بيه. أتمنى كان تنال إعجابكم. كان وياكم حسان نمر. شوفكم بفيديو جديد.